عمرو دياب نجم نجوم العالم العربي والتاريخ الطويل والمشرف والحافل بالإنجازات والأغاني اللي عاشت بذكريات حلوة جوانا. بس في بعض من الأغاني كان ليها حكاية، وأغاني عمرو خطفها من مطربين آخرين، وبسبب الرؤية الفنية وإصراره عليها حققت الأغاني دي نجاح كبير. الموضوع ده من زمان، من وقت أغاني ميال وما تخافيش. الأغاني كان من المفترض إنها لمحمد فؤاد، بس عمرو أخدهم وغناهم، ويعتبروا من أنجح أغاني عمرو القديمة. حقيقي والله. المنافسه دي عمرها ما خلتكم يعني بالبلدي كده تنافسوا من بعض؟ لا بس ممكن اتغاظ منه، ليه حركات وهو نص اكيد برضه مش يعني بس مش قليله جدا يعني حركاته. أغنية وغلاوتك من قلب معودوني سنة 98، وأول تعاون ما بين عمرو والملحن الكبير محمد رحيم. الأغنية كانت من المفترض تتغنى بصوت حميد الشاعري، بس عمرو لما سمعها عجبته الأغنية وأخدها. وافتخر بيها طبعا. اتعرفت على الفنان حميد الشاعري، طلبت ان انا اقابله عشان انا بحبه جدا جدا، فاداني ميعاد في نفس اليوم. الكلام ده سنه 98. اداني ميعاد في نفس اليوم الساعه 12 بالليل. الساعه 2 جه عمرو دياب، عرفني على عمرو دياب، سمعته اغنيته غلاوتك، خدها. ده اللي حصل بالظبط. أغنية العالم الله كان عمرو مصطفى لحنها لبنت عامر منيب زينة في اسبوعها، بس عمرو عجبه اللحن وأخدها. متمرد. المهم ان عمرو راح علشان يحضر العقيقه بتاعه بنت النجم عامر منيب الله يرحمه، وكان عامل له اغنيه لذيذه قوي بتقول مبروك مبروك يا عامر يا منيب، مبروك يا عامر يا منيب، بنتك زينه يحرسها لك الله 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 الله، بنتك زينه يحرسها الله، حاجه كده. اللي هو سمع الاغنيه وقال له شكرا ومش عارف ايه وبتاع، وراح عمرو مبسوط جدا باللحن ده، وكان قاعد مع عمرو دياب فبيقول له انا عملت العامر، رحت له عملته في العقيقه، عملت الاغنيه دي. عمرو قال له ايه ده؟ ايه اللحن الحلو ده؟ انا عايز اللحن ده، اللحن ده جميل جدا. قال له بس طب نكلم عامر نقول له لو هو يعني ينفع ان انت. فراح مكلمه عامر، هو وعمرو عجبه اللحن بتاع الاغنيه. قال له طبعا يا سلام، عمرو دياب ياخدها ماشي مفيش مشاكل. المهم انه لحن الاغنيه والاغنيه طلعت جميله جدا. العالم الله. أغنية وهي عاملة إيه دلوقتي كانت معمولة للكينج محمد منير بألحان عصام كاريكا، بس عمرو لما سمعها منه عجبته. ده انت ده بقى في شغلانه. أغنية ليلي نهاري كانت من المفترض للديفا سميرة سعيد، بس بعد ما سميرة سجلتها عمرو مصطفى سمعها لعمرو دياب وعجبته الأغنية جدا فأخدها، وسميرة زعلت جدا من عمرو مصطفى وقتها. بس الحقيقة إنه خالد تاج الدين وعمرو مصطفى حبوا إنهم يصالحوها، فكتبوا لها أغنية قصاد عيني علشان تغنيها. بس برضه عمرو مصطفى سمعها لعمرو دياب وغناها ونزلها في ألبوم ليلي نهاري. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ افرتك دماغك برصاصه. أغنية زي ما انتي من ألبوم سهران واللي كسرت الدنيا كانت لرامي صبري، ولكن عزيز الشافعي اداها لعمرو دياب لأنه رامي ما كانش لسه حضر للأغنية أو حتى وافق عليها موافقة نهائية. وأغنية شكرا واللي على حد كلام رامي إنها كانت بتاعته، بس برضه عمرو دياب أخدها بعد ما عزيز سمعها له وعجبته. الأغاني دي كلها نقطة في بحر عمرو دياب المليء بأكثر من 500 أغنية تعتبر علامات فنية في التاريخ. شكرا على متابعة قناة نجوم، ياريت تشتركوا بالقناة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.